سلام، كيفكم جميعا؟ إن شاء الله تكونوا بأحسن حال. هالمرة راح نسوي مع بعض كوكيز الشوفان، وراح نسويها من غير سكر وبدائل صحية. أول شي راح أبدأ بالشوفان. هنا عندي حبوب كاملة طحنتها بالبيت وراح أستخدمها، واللي عنده شوفان مطحون جاهز ممكن يستخدمه. أضفت هنا كوب وربع من الشوفان، وراح أضيف عليها المواد الجافة. أول شي عندي هنا ملعقة قرفة، بيكنج باودر. راح أقلبهم على بعض، ثم راح أضيف المواد السائلة. نبدأ بإضافة المواد السائلة، وأول شي راح أبدأ بالعسل. عندي هنا ربع كوب عسل. نحرص ناخذ كل الكمية لأن ما راح نضيف أي محليات ثانية. كل المكونات تكون بحرارة الغرفة. عندي هنا ربع إصبع زبدة ما يعادل 25 جرام، وكمان بيضة واحدة. نقلب الخليط وراح يطلع معنا اللزج بهالشكل. الشوفان بطبيعة الحال يمتص السوائل. نخليه على جنب كم دقيقة وراح يطلع متماسك أكثر. ونجي للإضافات. عندي هنا أنا دارك شوكلت، راح أفرمها واستخدمها مع الكوكيز. اللي يحب ممكن يضيف فواكه مجففة أو أي نوع مكسرات، أو ممكن يخليها سادة. كلها إضافات تعطينا قيمة غذائية أكثر، وإذا استغنينا عنها ما تضر. وكذا صار شكل الخليط بعد ما تركناه أقل من 5 دقايق. صار متماسك وطري بنفس الوقت. نضيف إضافة اللي احنا اخترناها ونقلبها وننقلها إلى صينية الخبز. للتشكيل ممكن نستخدم مغرفة آيس كريم أو أي كوب أو ملعقة معيارية. الهدف منها تعطينا نفس الحجم لكل الكميات. كمية الخليط تطلع لنا من 8 إلى 10 حبات كوكيز. نخبزها على فرن درجة حرارة 180 لمدة 10 دقايق. والأفضل بعد ما نطلعها من الفرن نتركها ترتاح وتبرد لمدة لا تقل عن ربع ساعة. والأفضل ننقلها لرف التبريد. بعد ما تبرد ممكن نحفظها بعلبة وتكون صالحة للأكل إلى 5 أيام، أو ممكن تتغلف بشكل فردي للأطفال، سناكات للمدرسة، أو ممكن تصلح للتوزيعات. إذا جربتوها حبيتوها اكتبولي أراكم صندوق الوصف. علينا وعليكم بألف عافية. أشوفكم بالوصفة الجاية على خير. سلام.